تخيل لو انا جبت واحد منكم وقلت لك تعالى يا عم تعالى، انا عايز الشارع بتاعكم بس تبقى انت قيوم عليه النهارده. تخيل يعني ايه قيوم عليه النهارده يوم واحد بس. تخيل. طب يعني ايه قيوم عليه يعني هترتب رزق كل واحد فيه وهتحل مشاكل كل واحد فيه، واي واحد النهارده يحصل له مشكله في الشارع مش هيقول يا رب، هيجي لك انت يقول لك الحق. الحامل اللي عندها مشكله، اللي عنده مرض هيجي يقول لك الحقني، اللي متشكل مع مراته هيجي يقول لك الحقني، اللي افتقر ومحتاج فلوس هيجي يقول لك الحقني، اللي عنده امتحان بكره ومش لاحق يذاكر هيجي يقول لك الحقني، اللي عنده ازمه او حد بيهدده هيجي يقول لك الحقني، اللي عنده مرض او قلق او اكتئاب او اي مشكله هيجي يقول لك الحقني النهارده. يا كل ده استنى يا حبيبي. وظبط لهم كل حاجه ثانيه بقى، ظبط لهم نسب الهرمونات في دمهم ونسب الاكسجين في الغلاف الجوي ونسب الغلاف الجوي من فوق عشان الاشعه الكونيه ما تحرقهمش. استنى وكل عصفوره في شجره من شجر الشارع وكل نمله او حشره في الشارع اعمل لها كل ده كمان. استنى وكل واحده حامل تابع لها اللي في بطنها، وكل واحده ولدت ظبط لها نسب الغذاء في لبن الرضاعه بتاعها. ده كل ده يا جماعه جزء من القيام على شارع واحد. الله قيوم على الكون كله سبحانه وتعالى. ربنا بيقوم الكون كله، كل الكون بيقوم سبحانه وتعالى في وقت واحد، ودي حاجه مذهله العقل يتوه فيها. في نفس اللحظه ربنا بيقوم على امر مليارات الملائكه، في نفس اللحظه اللي بيقوم فيها على امر مليارات الافلاك اللي متعلقه في الفضاء، في نفس اللحظه اللي بيقوم فيها على امر مليارات البشر والحيوانات والحشرات والاسماك، في نفس اللحظه اللي بيجيب فيها دعاء الكون كله. كفايه يوم عرفه ال 4 مليون اللي بيقفوا على جبل عرفه، كل واحد بيدعي بلغه غير الثاني ودعاء غير الثاني ويسمعهم كلهم ويجيب لهم كلهم. في نفس اللحظه اللي بيراقب الكون كله، احنا 6 مليار بشر على وجه الارض، عينين ال6 مليار في رقابه الله. في نفس اللحظه اللي ربنا سبحانه وتعالى بترفع اليه اعمال البشر كلها ويفصل فيها ويبت فيها. في نفس اللحظه اللي بيرتب رزق المليارات دي كلها من المخلوقات دي كلها، بيرتب رزق ورزقك رزق 6 مليار لا، ورزق الاجنه في بطون امهاتها، ورزق الطيور في الاوكار في اعالي الاشجار، ورزق الحيتان في اعماق البحار. انت خايف من ايه وهو معاك؟ خايف تفتقر؟ خايف 30 40 سنه بيرزقك كل يوم، خايف ولسه خايف ما يرزقكش، خايف من السرطان، ده ربك في بيوته بيستوي فيها شفاء البرد وشفاء السرطان، خايف ان حد يظلمك او يفتري عليك او يستضعفك، خايف كان احدى نساء السلف كانت فقيره ولها كوخ صغير كده حقير، فجي امير من الامراء بنى قصر عظيم جنب الكوخ بتاعها، فراح بقى يتفقد القصر بتاعه فلقى جنب الكوخ حقير كده، قال ايه ده؟ ما هذا؟ قالوا ده كوخ امراه غلبانه فقيره، قال شيلوه اخدموه من هنا. ظالم متكبر ما هوش عارف الفقيره الغلبانه دي ممكن علاقتها بالله شكلها ايه، ممكن حالها مع الله في الطب الاخير شكله ايه. فلما رجعت لقت بيتها اتهدم، قالت ما حدث؟ قالوا لها ان الامير امر ان يهدم منزلي. ما اتكلمتش ما نطقتش، رفعت بصرها الى السماء وقالت يا رب قد كنت في السوق اسعى على رزقي فاين كنت انت يا رب؟ فما انتصف النهار حتى خسف الله بقصر هذا الامير. انا عايزك تعرف وعايزك تعرفها ان عزك وذلك بكلمه واحده مني، ان غناك وفقرك بكلمه واحده مني، صحتك ومرضك بكلمه واحده مني، سعادتك وشقائك بكلمه واحده مني، ان دخولك الفردوس الاعلى او دخولك جهنم بكلمه واحده منه، كلمه واحده كن سيكون. ليك رب بالعظمه دي ولسه في حياتك مش كده. الله لا اله الا هو ملكش غيره. يا رحمن يا ذا الجلال يا انسوا يا جماعه والله ما لكم غيره. اقعدوا سجدني ليل نهار، اعبدوه اوعوا تعصوه، اوعوا تغضبوه، اوعوا تسيبوه احسن يسيبكم، اوعوا تخسروا علاقتكم بيه.